صباح الورد والفل والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعونا. هنبدأ الفيديو بتاعنا. نشوف بقى الجمال ده، جمال الدريسنج وغرفة النوم بتاعت العروسة. مش تنسوا تدعوا لها كده ربنا يسعدها ويتمم لها على ألف خير وعقبال أولادكم جميعا. واللايك والشير والاشتراك في القناة وقولوا لي رأيكم ايه. بصراحة جميل جدا جدا جدا، وكمان عملي، خاصة الضلف اللي هي فوق دي. وشوفوا الدريسنج بسم الله ما شاء الله كده للسقف، وهنا كان السرير ومفرش السرير. بصراحة كانت العروسة كان ذوقها جميل جدا. دهنا التسريحة وأداة التجميل كلها من برفانات لكريمات، كل ما يخص بقى العروسة. وربنا كده يا رب كده يسعدها وعقبال أولادكم جميعا وبناتكم يا رب العالمين. بصوا بقى هنا يعني الدريسنج ده بصراحة حلو فيه بقى، بيلم كل حاجة حتى البطاطين والفوط والهدوم. يعني غرفة الأطفال مش كانت كبيرة قوي، هنشوفها دلوقتي، بس ده بصراحة كان حلو خالص وجميل وواخد كل حاجة. هنا كانت التوك والبنس والحاجات دي كلها. هنا بقى الشنط، وكل شنطة بقى معاها السليبر بتاعها. هنا فوق الدفايات وكمان مفارش سرير. بسم الله ما شاء الله كان حلو خالص. وكمان كان في جزمة بره هوريها لكم في الفيديو، كان شكلها حلو خالص. العروسة دي يعني الشقة دي كانت في المنصورية، محافظة الجيزة. بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا جدا جدا. وكمان لأهل العروسة بصراحة نفسي أشكرهم على حسن الضيافة والكرم بتاعهم. ربنا يتمم لهم على ألف خير. بصوا هنا بقى الفوط والدفايات عملتها كده بالشكل ده، وتحت كمان وزينتها بقى بالشريط الستان والورد. وتحت كمان يعني كل ده خصصته كده للايه للفوط والدفايات، الضلفة دي كده كلها. طبعا العروسة بتجيب من كل الأنواع 2 و3 و4. وهنا كان هدوم العروسة. هنا كان الشتوي والصيفي. يعني الصيفي طبعا احنا هنا في الشتاء فعلقت لها كل الشتوي، والصيفي كده حتى طبقت لها فوق في الضلف من فوق. هنا بقى الكاشات الداخلي وبقية الهدوم الشتوي زي البيجامات. بس طبعا الكاشات مش بصورها عشان انتوا عارفين الحاجات الداخلية دي. وده هنا كانت ضلفة كده للعريس، بس كان لسه بقى هيجيب بقية الهدوم هيطلعها. بس الهدوم دي كانت موجودة واحنا هناك، فعملناها له في الدولاب وكده. لسه بقيت بقى الحاجات بتاعته، والادراج كان فيها كل الداخلي كلها. بسم الله ما شاء الله كان حلو خالص بالنجف بقى بالشاشة. يعني كان كله بصراحة ذوقها جميل. هنا بقى الريسبشن بالشاشة بالركنة. بسم الله ما شاء الله. بس كانت لسه بقى الستاير ما تركبتش وكده. بص بقى، وشالت هنا الكحك والبسكوت والالوان بصراحة كلها حلوة خالص. هنا بقى ركن الشاشة، وهنا بقى الورد. العروسة كانت جايبة اكتر من فازة ورد اللي هي الكبيرة دي. بسم الله ما شاء الله جميلة خالص. ولو انت مكملة الفيديو دوسي لايك وبعتي الفيديو لاصحابك وحبايبك على الواتس وعلى الخاص، واكتبوا لنا بقى في التعليقات ايه رأيكم. بس يعني انا معرفش ده بقى ايه. يعني الفيديو اللي فات كنت منزله لكم فيديو الشقه، هبقى احط لكم اللينك تحت كده، شقه تانية غير دي خالص. يعني ذوقها كان جميل جدا جدا جدا. ولقيت تعليق بيقول لي ايه ده، لبن سمك تمر هندي، الاذواق كده مش ماشيه مع بعضها. مع ان الذوق والله العظيم جميل جدا جدا جدا. يعني ادخلوا الفيديو كده وشوفوه وقولوا لي رايكم ايه. بس معرفش هي ليه كتبت التعليق ده. يعني انا شايفاه كان جميل خالص. وساعات الكاميرا بتظلم الحاجه كمان. يعني كان عامل العريس كان عامل الوان اللي هي الفيراني دي الرصاصي، بالركنه، بالحيطان بالدهان وكده. بس معرفش ليه، يعني ليه اصلا تكتبي تعليق زي ده؟ حتى لو هو مش عاجبك ليه تكتبي كده؟ معرفش بقى. يعني ربنا يهدي الجميع يا رب. بصوا هنا الركن ده كان جميل خالص 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 كده في الشقه، كان مخصوص. ده كان النيش بتاع العروسة. وده هنا ركن كده للقهوة. يعني مطبخ صغير وفي النيش. ده طبعا غير المطبخ الأساسي اللي في الشقة وكده. ده كان النيش. بصوا بقى الركنة ده كانت جميلة خالص، وعليها كل حاجة. كان عليها
الفرن الكهربائي اللي هو أو الميكروويف، وكان الكاتل ومكنة القهوة، وكمان طقم العشاء، وكان العجان، وحطيت لها كمان كده طقم صواني وطقم مجات، وتحت كده كوبايات وكاسات، وفوق يعني بصراحة الركنة ده كانت جميلة خالص، الفكرة عجبتني. وكان العجان كمان، وهنا كان في طقم كده، الطقم ده ما كانش له مكان في المطبخ، حطيته هنا. وده صواني الفرن اللي هو البايركس تبع الميكروويف، والسخان. هنا بقى كان النيش، بصوا النيش بسم الله ما شاء الله، يعني الفكرة بتاعته عجبتني بصراحة، يعني زيه زي المطبخ بالظبط، وكمان حلو وكان جميل. يعني الفكرة والله عجبتني، يعني بصراحة، يعني منها التلاجة والأجهزة الكهربائية اللي العروسة دايما بتستخدمها برخامة غير المطبخ خالص، يعني منفصلة خالص عن المطبخ. هنا بقى الأركوبال والصيني، وطقم القهوة ده كان جميل خالص، اللي هو الإزاز المدهب ده. وكمان هنا كان طقم الجاتوه اللي هو باللون الأسمر، وكان فوق طقم الصيني، بقى الطقم الصيني، يعني حطيت طقم الصيني في رفين، وطقم الجاتوه ورف كده ازاز صافي، وتحت كده برضو مع الصيني حطيت معاه ازاز. وفي كمان ضلفة تانية كده هتشوفوها دلوقتي بالطول كده كلها، حطيت فيها بقية الازاز. بسم الله ما شاء الله، كان جميل بصراحة، ربنا يا رب كده يسعدها ويهنيها بكل حاجتها. هنا بقى كان طقم العشاء، كان حلو خالص، حطيته لها كده من تحت. بقول لكم يعني الركنة دي جميلة وفكرتها حلوة، يعني شاملة كل الأجهزة الكهربائية اللي العروسة دايما بتستخدمها وفي احتياجها يوميا، زي حاجة النيش والتلاجة والعجان والميكروويف. بصوا الضلفة دي بقى كانت جميلة، وكمان كان في شنطة السكاكين والمعالق، حطيتها لها برضو كده اللي هي تحت دي. ده كله بقى كاسات. وهنا كان طقم قهوة اللي هو الملون ده. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة خالص، يعني اكتر حاجة لفتت نظري بصراحة في الشقة دي هي الركنة دي، وكمان الدريسنج كان جميل وتصميمه حلو. هنا بقى غرفة الأطفال، هنا كان الدولاب، حطيت فيه بقى بقية الفوط والمفارش. الدباديب بقى والحاجات دي كلها، الرسومات اللي بتكون على الفوط. هنا بقية المفروشات، اللحفة الفايبر، وكمان البطاطين. يعني انا لفيتها كده بالشكل ده لان الدولاب كان طويل ورفيع، انتوا فاهمين قصدي، يعني حتى لو لاحظتوا قال لنا البرمة بتاعت البطانية بالطول عشان الدولاب ياخد. وهنا بقى السرير، وكان في حاجات تانية كده بقى